لأول مرة إعلان وصية الفنان حسن يوسف بعد رحيله في رسالة مكتوب فيها كل تفاصيل الوصية. معقولة وصى بكده؟ ليه الفنانة شمس البارودي بتقول إن الوصية دي صعب تنفيذها؟ معقولة ممكن تخلف وصية الفنان ما تنفذهاش؟ طب ليه الوصية صعبة؟ تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل الوصية. بعد رحيل الفنان القدير حسن يوسف اللي أحزن الجميع برحيله من وقتها، وحالة كبيرة بتعم الجميع من الحزن بعد رحيله، خصوصا زوجته شمس البارودي اللي حزينة جدا جدا، وبتقول والله كان نفسي أنفذ الوصية بس على عيني أنا فعلا مش قادرة أنفذها لأن هي مش في استطاعتي أعمل كده. وناس كتير انتقدتها وقالت لها إزاي يعني جوزك طالب منك تعملي حاجة، ليه ترفضيها؟ ليه مش تنفذي الكلام ده؟ ناس كتير لسه طبعا ما تعرفش تفاصيل الوصية، ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم دلوقتي بعد ما ندعي له بالرحمة وبالمغفرة. طبعا العزاء الخاص بالفنان حسن يوسف هيكون يوم السبت القادم، وده بعد ما تم الإعلان عن خبر وفاته. وكمان تفاصيل اللحظات الأخيرة، هو ما كانش بيعاني من أي تعب، بالعكس كان متصور معاهم قبلها ب 12 ساعة بالتحديد، وبعد كده دخل الغرفة بتاعته وطلب يشرب مية ومن الفنانة شمس البارودي وقعد واتكلم معاها شوية، وده كان كلامها. بعد كده دخلت عليه لقيته خلاص رحل، ولكن تفاجئوا برسالة مكتوب فيها كلام كتير جدا جدا. احنا هنقول تفاصيل اللي تخصنا او الوصية اللي تم الاعلان عنها، وهي بتتلخص في جزئين اتنين. رقم واحد، التبرع على روحه لبعض المستشفيات الحكومية، ان هو حابب يتم التبرع للمستشفيات الحكومية بالتحديد، وانه يتعمل صدقة جارية على روح ابنه رحمة الله عليه، بقاله سنة عايش في حزن شديد جدا برحيل ابنه اللي ما كملش عام متوفي. كمان تفاصيل الجزء الثالث اللي الفنانة شمس البارودي مش قادرة انها تنفذه، وهو انه يتم حذف كل الافلام او عدم عرضها او الحد من انتشارها تماما. الافلام اللي كانت بتجمعه ببعض الفنانات، الافلام اللي كانت خارجة، او الافلام اللي كانت فيها بعض المشاهد الخارجة، خلينا نكون واضحين. وانه شايف ان دي هتفضل السيئة الجارية في حياته، على الرغم انه اعتزل وعمل مسلسل جميل جدا وهو امام الدعاء، كان طبعا بيحكي حياة الشيخ محمد الشعراوي. وطبعا الجزء ده من الوصية الفنانة شمس البارودي قالت أنا هتبرع، أنا هعمل صدقات كتيرة وهعمل صدقات جارية، لكن أنا اللي أملك الحقوق الكافية لحذف تلك الأفلام أو حتى الحد من انتشارها، وده بسبب إن في شركات إنتاج وفي ناس بتملك حقوق هذه الأفلام، مش أنا اللي أملك هذه الحقوق، فبالتالي والله ما هقدر أنفذها. ورفضت تنفيذها، أو قالت هحاول أعمل المستحيل علشان أنفذ.